صباح النور الزينات، واش راكم؟ واش حوالكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحه جيده. الوصفه تاع اليوم عباره عن تحليه الليمون بنكهه الكريبوني، وصفه بزاف سهله واقتصاديه وتوجد لك على وقفه. تبعوا معايا لا فيديو وما تنساوش قبل لا نبداو تحطوا لي هذاك الجيم وتخلوا تعليق خفيف. اول حاجه نبدا بها راح نجيب 2 كيسان تاع الحليب. الكاس لهنا يرفد لي يعني نكيل به يرفد لي 280. انا جيت نقصت منه باه نتحصل على الكيل اللي متواجد في الكيسان كامل تاع ليجي. عندي زوج مغارف تاع فلون بنكهه الفاني، عندي زوج مغارف تاع نشا، وعندي مغرفه كبيره تاع السكر، وعندي قشور الليمون. هنا عندي قشور حبه كامله. نجي نخلط كل شيء بارد في بارد ونحطهم فوق النار ونبقى نحرك فيه مده ربع ساعه كامله على نار متوسطه. هنا نخليه حوالي دقيقة وجوج دقائق غير يبدا يسخن لي نبدا نحرك فيه. هنا لازم تكون النار متوسطة ولازم تكون ايدك تخدم من الدقيقة الثانية حتى للدقيقة 15. اذا غفلتي عليها راح يتحرق لك نشا ويهبط لي كامل لتحت. حتى نوصلوا لهذه المرحلة اللي راكم تشوفوا فيها، بعدها نرفدوه ونجي نصفيه باه نحيلو كامل هذوك القشور تاع الليمون. كنخلي قشور تاع الليمون وبعد كي نعود ناكل راح تجيني واحد القروسيه زايده، من الاحسن نتخلصوا منهم في هذه المرحله. بعدها نجيب عصير 2 حبات قارص. انا كنت عصرت 2 حبات قارص، ما كانوش كبار كانوا متوسطين، ونجي نفرخهم على هاد الكريمه وهي سخونه، ونبقى نحرك حوالي 3 دقائق حتى 5 دقائق باش من بعد كي نجي نديرهم في ليفيرين ما يفصليش هذاك الجي تاع القارص وحده والكريمه تهبط لي ولا يجوني فقاعات تخلي الشكل شويه ناقص. نجيب هنا الاكواب ولا ليفيرين اللي راح نستعملهم، كنت شاركتهم معكم في التحليه الاولى اللي كانت عجبتكم بالبزاف. نجي نفرغ الثلث نتاع الكاس لهنايا. ليفيرين اللي راهم عندي ماهمش كبار، متوسطين الحجم. اذا كانوا ليفيرين تاعك كبار راح يديلك 3 برك، واذا كانوا صغار راح يديلك حتى 6 تاع ليفيرين. فرغت هنايا ثلث ليفيرين كيما راكم تشوفوا، ونجي لي بقالي نحطوه في ريسيبيون ولا نديرو في بول نغطيه ونخليه في الكونجيلاتور مده نص ساعه كامله. في هذا النص ساعه نجي نوجدوا الطبقه الثانيه اللي هي عباره عن بسكويت، طبقة خفيفة ظريفة وتوجد ثمثم. هذا هو البسكوي اللي كنت استعملته. كنت قلت لي المره اللي فاتت شاركي معنا المكونات بالتفصيل. جيت رحيته حتى بقى لي رطب بهذا الشكل، ونجي نجمعه بحوالي كاس قهوه تاع زبده ولا ماغارين كنت ذوبتها. هنا نبقى نضيف في الماغارين غير بشويه حتى نتحصل هنايا على عجينه تكون كيما الرمل، كيما نشمخوا الرمل هكذا نتحصلوا. هذا البسكوي هكذا راح يرجع لنا. خلطوا مليح ونحكوا بين الكفوف حتى يتشمخ الحبات تاع البسكوي كامل يتشمخوا. تقدري ثاني اذا ما عندكش بسكوي تقدري تعوضيه بمادلين نكهه الفاني. نجي نحط هنايا الطبقه الثانيه اللي كما قلت لكم هي عباره عن بسكوي. بعد ما كنت خليت لي بيرين يرتاحوا لي حوالي ربع ساعه حتى نديروا لي هذيك القشره الفوقانيه، ونجي ندير هذه الطبقه. قبل لا نحط هذه الطبقه نتاكد بصبعي الملمس ولا الوجه تاع الطبقه الاولى باللي شد روحه. هنايا بعد ما كنت درت هذه الطبقه خليه حتى يلحق الوقت تاع الطبقه الاخيره اللي كنت حطيتها في الكونجيلاتور. نجيبها ندير لها 4 مغارف حتى 6 مغارف تاع الشونتي، وندير لها نص كاس تاع عصير الليمون، ونضيف لها علبه ياغورت من هذه النوعيه ممزوج بنكهه الليمون ثاني، ونجي نضربها مدة 20 دقيقة حتى 25 دقيقة كاملة. هنايا الخلاط الكهربائي يكون على السرعة القصوى وبلا ما نحبس ولا نقص له، وكل ما نكون نخلط نحرك ايدي. شوفوا كيفاش نتحصل على هاد لاموس اللي تجي بزاف هايله وبنينه. جبت هنا ان بوش ودرت لها لادوي. هذه تقدري تستعملي اي لادوي اللي تكون عندك ولا اي شكل يكون عندك. نجي هنا ندير في لابوش باه نزين من الفوق، ولا تقدري تملاي الطبقه ولا الثلث اللي بقى لنا الاخر ودي تمسحيه بيان تليسيه بيان، ومن بعد ديري شكل خفيف من الفوق. انا فضلت اني نخدم ديريكتومون بلا بوش ولا نملاهم ديريكتومون بلا بوش، عطات شكل بزاف هايل. هنا درت غير شويه ومن بعد كي شفتوا بقات لي هنايا هاد لاموس زدت شارجيتهم بيان من الفوق. جات هاد التحليه بزاف هايله بنينه وما تقهمش، فيها نكهه الليمون والكريبوني اللي غلبت عليها 100%. وصفه سهله اقتصاديه توجد لك على وقفها. ابار هذيك الكاس اللي كنا درناه في الكونجيلاتور، حطيه في الكونجيلاتور اقضي شغلك بحاجه واحده اخرى وارجعي كملي تحليتك.
هذه التحليه البنات بزاف سهله كما قلت لكم. بعد ما نوجدوها نخلوها تبرد، من الاحسن تقدم بارده باه النكهه تاعها تزيد تبان بالبيان. نجي نشوفوا الطبقات اللي كنا درناهم مع بعضنا كيفاش راهم خرجوا لنا. لهنا البنات نكونوا لحقنا نهايه الفيديو، نهايه الوصفه. ان شاء الله يا ربي نلقاكم في وصفه جديده وفيديو جديد. الى الملتقى ان شاء الله.